السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الهنا والفل ورمضان كريم عليكم كلكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة وقفة رمضان، لسه شايفين الهلال. بكرة ان شاء الله اول ايام شهر رمضان المبارك. كل سنة وانتم طيبين ويعودوا على العالم كله بخير يا رب، وينصر ربنا اهلنا يا رب في فلسطين. وكل سنة وانتم طيبين ويكون شهر خير على الجميع يا رب. بصوا بقى، طبعا انا من الناس اللي اول يوم رمضان ده ببقى فيه فاصله، فببقى بجهز حاجتي واكلي وشربي وكل حاجه، بخليها يا دوبك على التسخين، يا دوبك نسخن الاكل. يلا نبتدي واشوف معاكم هنوضب ايه بكره الافطار اول يوم بامر الله. حطوا لنا لايك، اشتركوا في قناه روتين يوسف ولومي، واللي عايز يشوف الفيديو كامل يشوفه على القناه نفسها. واوعوا تنسوا المتابعات. يلا بينا نشتغل ونشوف هنعمل ايه النهارده. طبعا زي ما انتم شايفين الدنيا مسحومه. طبعا اليوم الرئيسي للمحشي، والرز محضره الرز بتاعه ومحضره الطماطم ومحضره البصل. بصوا بقى، انا هعمل جنب المحشي بامر الله هعمل بط. انا السنه دي ما جبتش بصراحه بطايه كامله، جبت اللي هي صدور البط بتاعه العابد، حلوه جدا وغسلتها طبعا بالملح والخل والدقيق، وان شاء الله بتبقى حلوه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم وطعمها حلو وموفره، الصدور موفره بصراحه. بدل ما نجيب البطه كلها على بعض، لا احنا يا دوبك ايه، جبت الصدر هيكفينا طبعا لاول يوم، والحمد لله على كده. عشان بصراحه البطايه كلها على بعضها دلوقتي بتوصل 600 700 جنيه، فصدر البطه زي ما انتم شايفينه بيبقى موفر اكتر ومش هيقعد كذا يوم في الاكل. يلا بينا نشوف هنعمل فيه ايه. اول حاجه طبعا هنبتدي نعملها عشان هي اللي بتاخد وقت في السليق. حطيت الميه فيها طماطمايه، ورق الغار او ورق اللورة، وهقطع بصلايه خضراء. بصوا البصلايه الخضراء دي هقطعها في الميه اللي هسقط فيها البطه بتاعتي اهو، هقطعها شرايح. عايزه اقول لكم بتخلي الشوربه بتاعت البط حكايه اهي. يلا كده اللي ما شجعتش تقوم تشجع معايا وتوضب او فطار اول يوم شهر رمضان الكريم، عشان بكره تقعدوا مرتاحين. هسقطها وبعد كده همسك البطه بتاعتي زي ما انتم شايفين بيضه زي القشطه، واحطها واسيبها على النار. هننكز الحله دي بتاعتي على جنب. تاني حاجه هعملها هنبتدي نعمل خلطه المحشي بتاعتي. استنوا نركن بقى ايه البطايه تتسلق على مزاج كده. بسم الله. انا حاطه فيها شويه الزيت، انزل على طول بالبصل بتاعي، بصلتين حلوين كده كبار. استنوا اجيب المعلقه. نسمي الله ونقلب البصلايه بتاعتي يا دوبك تقلبتين نشم الزيت، مش هنقليها يعني. وانزل على طول بالطماطم بتاعتي. بصوا شايفين شكل البطايه وهي بتستلق. استنوا اجيب لكم التليفون. بصوا منظرها حلو ازاي، والبصل الاخضر عامل شغل. هحط معلقه من الصلصه عشان تخلي المحشي محمر كده. استنوا اقرب لكم التليفون. احط مرقه الدجاج، نحط مرقه الدجاج بتاعتي اهي نفضيها. بحب انا مرقه الدجاج على المحشي بتديله طعم على فكره حلو جدا. بعد كده بحط خلطه المحشي زي ما انتم شايفينها. وابتدي اقلب بقى كله على بعضه. انا ما بحطش يعني بكتفي بالتوابل بتاعه المحشي دي. انا ما بحطش شطه في المحشي لاني عندي اطفال صغيرين، فبصراحه ايه ما بحطش شطه، بس التوابل دي يعني نوعا ما بتخليه حلو. مش قادره اقول لكم ريحه التسبيكه جامده جدا. هنشوفه كده، لو عايز شويه ملح صغيرين هنحط له.
هنحط له شويه ملح صغيرين. احنا النهارده تحضيرات بس، بكره بامر الله هيبقى السوا بتاع الاكل وان شاء الله تحضير الفطار. يلا حطوا لنا اللايك الحلو اللي لسه ما حطش اللايك، واشتركوا في قناه روتين يوسف ولمي على اليوتيوب، واوعوا تنسوا المتابعه. كده هنزل بالرز بتاعي، نقلب بقى. بعد ما نزلت الرز بتاعي تسبيكه المحشي، بصوا ما خدتش دقيقتين واحلى محشي. جربوه بالطريقه دي هتدعولي. بصوا بقى انا بحط الخضره في الاخر خالص عشان ما تتبلش، ماشي. ولان كمان الخضره اللي عندي انا بجففها، يعني مش الخضره لسه جايباها طازه، لا انا مجففاها وحطاها في الديب فريزر. هوريها لكم دلوقتي. كده حلو قوي. انزل بقى بالخضره بتاعتي اهي. الخضره انا مجففاها في الكيس، هفك الكيس واوريها لكم. اهي هتلاقوها متلجه، عشان كده انا بحطها في الاخر خالص. بسم الله. واطفي كده النار على الخلطه بتاعتي، اقلب واطفي النار. كده خضره المحشي بتاعتي جاهزه. هنبتدي نحشي، وطبعا البطه زي ما انتم شايفينها على النار هتاخدها مع نفسها. وعقبال ما الخلطه بتاعتي تبرد شويه هغلي اللبن عشان اعمل بلح باللبن بكره اسقطه فيه، عقبال ما الخلطه تبرد شويه. دلوقتي بقى هغلي اللبن اهو، جايباه عشان البلح بتاعي. بسم الله. هسيبه يغلي مع الايه والبطه بتغلي، واحنا نروح نحشي المحشي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ نحشي. بصوا انا جايبه بسم الله ما شاء الله، يعني جايبه فلفل وجايبه بتنجان وجايبه كوسه. الحمد لله يا رب على كل حاجه. غسلنا ايدينا كويس ونبتدي بقى نحشي المحشي بتاعنا. الاول ببدأ بالبتنجان انا. بصوا انا برصه نايم، ما بحبش ارصه المحشي بتاعي وهو واقف كده. في ناس بترصه كده، لا انا ما بعملوش كده اهو. بسم الله. تيجي بصوا ارصه كده في الجنب كده اهي. بصوا حبايب قلبي انا كده خلصت حله المحشي بتاعتي وحشيتها وخلصتها. شفتوا الشطاره؟ مفيش اشطر من كده طبعا. اللبن بتاعي غلى زي ما قلت لكم، هنزل بيه بالبلح وانقعه بقى. عايزه اقول لكم ان شاء الله عقبال بكره بيبقى بقى البلح باللبن بيبقى عامل زي الزبده. واقلبه وهدخله طبعا التلاجة. وادي البطه بتاعتي زي ما انتم شايفينها دخلت في السوا، بكره جاهزه على التحمير. كده تجهيزاتي لفطار شهر رمضان، اول يوم في شهر رمضان الكريم خلصت. استنوا معايا بكره فيديو التسويه وتحضير سفره اول يوم في شهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم بخير يا رب. ما تنسونيش في اللايك الحلو، اشتركوا في قناه روتين يوسف ولمي وشوفوا عليها الفيديو كامل. واوعوا تنسوا المتابعه، واوعوا تنسوا فيديو بكره للتسويه وتحضير سفره فطار اول يوم رمضان. اقول لكم مع السلامه.